على اخر الزمن جوجي هتخليني تيتة قطط. ايوه تستاهل. يلا وانا ماما. مامة ايه؟ مامة القطط. بدل ما ابقى تيتة بني ادمين ابقى تيتة قطط. بصوا يا جماعة، كيتشي متعصبة ومتنرفزة ومسكنها بالعافية، ودينا للدكتور عشان نطمن على صحتها. وكمان في نونو هي حامل، شكيني ان هي حامل، فهنشوف الموضوع ده. متعصبة قوي لان انا رايحة اطمن على صحتها قطتي الصغننة سنور عشان ما يحصلهاش اي مضاعفات في الحمل، واطمن ان هي بخير وتمام. طبعا انا عارفه في ناس مش هيعجبها الكلام ده، في ناس عمرتها تتفقع، في ناس عمرتها هتفقع، بس بجد اللي ما بيربيش حيوان مش اليف مش هيفهم الموضوع ده. فتعالوا معانا يلا واحنا هنروح للدكتور. يما هي حاسه على فكره، هي عندها احساس ان في حاجه غلط، ان هي رايحه للدكتور في حاجه. من انتوا هما بيشيلوني كده. عشان هي مش يعني بصي فتح لك بقها ازاي. الحيوانات بتحس على فكره يا جماعه، انا اللي مبدئياً. هعوضك بقى لو مسبتهاش. الحيوانات بتحس وبقى عندها احساس على فكره قبل ما مثلا تروح للدكتور او يحصل اي حاجه، تبقى عندها احساس كده الهي. فيلا بينا هنروح يلا عشان للدكتور. انا هتذبح هنا. طب يلا ليه تفهري كيتشي؟ كيتشي. كيتشي متعصبه جدا. عايزه اوريكم، بصوا كيتشي متعصبه قوي كفايه هتذبح. يلا 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 عشان نروح للدكتور. متخافيش يا كيتشي، انت خايفه؟ كيتشي اول مره اشوفها بصراحه بالحاله دي. هي خايفه عشان ما بتخرجش بره البيت. ممكن تحط ايدك بس شوي معايا. هي حامل، انا شاكه ان هي حامل. اه حامل صح؟ لا لسه. مش لسه؟ هبين. شو ماما بتعمل كده ليه؟ هي خايفه. هاتي ايدك كده. ايوه ما الدكتور بيكشف عليها، هي خايفه، هي حاسه في حاجه غريبه. قلقانه عليها يا فتحي جوجي؟ بقها دي غريبه. قلقانه عليها؟ بصي هي خايفه، بصي لسانها اول ما طلع لسانها كده. كيتشي هنا يا جماعه خدت شاور، المنظر ده الدكتور اداها شاور ما تمام، تجيبهاش في البص وشيلها على ايدي. واستحمت بالشامبو. شيلها على ايدك ازاي في العربيه؟ كانت طالعه بقى من الشاور، فالدكتور بدأ ان هو بالراحه كده يسرحها وينشف لها الشعر بتاعها بعد ما كشف عليها وطمنا على صحتها. فبصراحة روق عليها قوي يعني، استحمت وبقت جميلة ومبسوطة. وهتشوفوا كمان هو بيحط لها برفن وظبطها على الاخر. اتروقت قوي 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 قوي. جوزي كانت بتقولي يا ريتني انا قطة. اثناء ما الدكتور لما كان بيعمل لها بالاستشوار، كانت ريحة الشامبو اللي هي مستحمية بيه مفوحة العيادة بصراحة. الله يبارك له، حماها بشامبو كان ريحته تحفة جدا. هنا كيتي كانت خايفة جدا ومرعوبة قوي. كنت بسأله دكتور شامبو القطط مهم، شامبو الديدان والحشرات مهم؟ فراح رد عليا وقال لي لا مش مهم قوي، المهم ان انا ابقى مهتمية بنظافتها. انا شفت شمام. هو شامبو الديدان مهم يا دكتور؟ ممكن تمسكي لي اياها بس كده هيك كده كده هيك بس بطنها انه ليك في مي كثير، بس استحملي دقيقتين. انا شكلك حلو كده يا جوجي وانتي ماسكاها كده. هاتي دوت وتقفي امسكي معانا. ولا اعرفك. تعرفيني؟ ماشي. انا مالي، مش انتي اللي لما عايزه. اروح خليها تقعد تعوض في رجلك. انا مالي. نايما يا كيتشي. لسه بطنك يا حبيبتي. بص انا امسكها لك بقى. بس يا بص بس ارجع نفسك ارجع. كتير كتير في البيت. بس
مالي يا قطتي ولا قطتك؟ هنا جوجي ما كانتش عارفة تمسك القطة، أنا عن نفسي مش عايزاها فيها أثناء ما الدكتور كان بينشف لها شعرها في وسط شهور. فأنا قلت لها طب خلاص امسكي انتي الكاميرا بقى وأنا أتولى مهمة إن أنا هكتفها عشان الدكتور يقدر ينشفها براحته في وسط شهور. انت بالايدين اللي انت ماسكاهم دي اكنك ماسكه فار مسلوخ. بتوزني يا اختي؟ الوزن ده انا ما بتوزنش. كوتي بتتوزن؟ كيتي كيتي ده انا ما بتوزنش. بصوا يا جماعه كيتي بعد ما نزلنا من عند الدكتور لقينا المنظر ده. بصوا احنا ما عندناش البوكس بتاع القطط فحطيناها بوكس كده بتاع تورته ايس كريم. بصوا طالعه ازاي بس عشان الدواء. بصوا دي طلعت نص جسمها يا ماما. ولا تحاول تطلع تنط من العلبه واحنا حاطينها في الشنطه وخرمين لها خبز. روحي لا لذيذ قوي. ماما شيلي. اشيل؟ مش انت تيتا؟ انا تيتا ازاي يعني؟ تيتا اخر الزمن ابقى تيتة قطط؟ انا اخر الزمن ابقى انت بتبصي في ايه؟ في الشنطه ما هي دماغها تحت الحته دي. مش يا بت. على اخر الزمن جوجي هتخليني تيتة قطط. ايوه تيتا. يلا وانا ماما. مامة ايه؟ مامة القطط؟ بدل ما ابقى تيتة بني ادمين ابقى تيتة قطط. ماشي يا جوجي. لو طلعت حامل فعلا هتبقى انت يبقى انا وانت تيتا. وانت تيتا وانا وتيتا. انا هبقى تيتا وماما وانت هتبقي تيتا وماما. تيتة قطط وماما كمان. بسم الله ما شاء الله. ماشي يا جوجي يلا يا جوجي على البيت. يلا يا قطة. هو انا عارفة اربيكي لما اربي القطة؟ هو انا عارفة ابقى ماما بتاعت جوجي لما ابقى مامة قطة؟ خلاها احسن كده. بصوا تطلع يا جماعة. بصوا تحاول ان هي تخرج. بصوا لسه ما خرجتش. ما تيجي تخرجها تاني. هتخرج ولا ايه؟ وشها هنا بصي. طب يلا عشان نمشي. افهم انا ايه؟ دي عينيها بتنور في الضلمه. لا عينيها بتنور في الكاميرا يعني. اعمل ايه في الراس دي اللي خرجالي من البوكس؟ اعمل فيها ايه يا بنتي؟ خش. انا عرفت النهارده هاكل ايه. اتعشى ايه؟ تعشي ايه؟ وراك كتي. مركزي. طب يلا عايزه عليها ملوخيه ولا رز بسمتي؟ لا انا عايزه ملوخيه بالارانب. ملوخيه بكيتي بقى. ارانب. ما هي كتي ارنب. كيتي ارنب. كتكوتي بأرنب. ده روقت عند الدكتور فالدكتور روقها ترويق. ما نروح نحكي لهم يلا بس عشان ما تجيش تذبحنا احنا الاثنين. استحمت وهتحطت لها برفان وخدت الدواء بتاعها يعني الدكتور روق عليها اخر ترويق. يلا عشان تيجي تطلع السكينه من جنبها وتذبحنا. لا هي خايفه على فكره. بصي فوق ازاي. يلا روق. يلا. بعد ما كيتي طلعت عينينا في قلب البوكس ومصممه ان هي تخرج من البوكس ادي النهايه. هنمشي شايلينها في الشارع عشان مش عايزه تقعد في البوكس. يعني نمشي حاضنين قطه. على اخر الزمن هنمشي في الشارع حاضنين قطه. حاضنين كلب احنا مثلا. يعني نفسي افهم هي القطه دي فاكره نفسها بوبي يتحدف على الشارع. عارفه لما موتنا فاكرينها ايه جريت من هنا لبصي لايه لسيدي باشا اللي في اسكندريه. كيتي كتكوتي يلا نروح البيت. يلا عشان طلعتي عيني ده انا هروح اذبحك واعمل عليكي شوربه ملوخيه بالارانب. يلا قلت يا حبيبتي يا اختي كتكوت. اختي بتديني بوس ايدي. يا بش بوس ايدي. انت خايفه انا ذنب امي ايه؟ هي خايفه بتعور صح؟ طب يلا لا استني هد ومد هد ومد هد ومد هد ومد هد ومد هد ومد. طيب انت لو شايله بنتك الصغيره مش هتشيليها كده. اجيب لك البيبرونه يا حبيبتي. انت لو شايله بنتك الصغيره والله ما هتشيليها. والنبي الله عشان انا عايزه اكل ملوخيه بالارنب. ارانب بالارنب. وتاكلي ملوخيه بكتف. ايه احنا رايك؟ ماسكين ارنب اهو. هو ده ارنب. يلا عشان عايزه اكل ملوخيه بالارانب. ملوخيه بكتف موافقه ولا لا؟ موافقه. ملوخيه بكتف؟ اه. طب يلا.
وانت شايله عيل من عيالك؟ شايله عيل يعني؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ ايه ده يعني؟ اسمه ايه ده؟ اسمه انا عايزه اكل ملوخيه بكيتي. ملوخيه بكيتي؟ بالتعب اللي تعبتهولي ده كله. مش قطتك؟ كل شويه تقولي لي بنتي بنتي بنتي. قطتي خليني امسكها وهي يو خلاصي بتنور في الكاميرا. بتدور عليا. هو اياكي بوزو. يلا يا ست. لا ادي بتنور. يلا يلا عشان انا هروح اكل كيس البوز ده. يلا يلا.